تقاطعون حليب نيدو وزبدة الأرباك، أهذا الذي استطعتم عليه؟ اسمعوا من خبر غيرة الصادقين. في يوم الحديبية أرسلت قريش عروة بن مسعود ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قريشا قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله تعالى ألا تدخل مكة عليهم عنوة. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وأيام الله لك أني بهؤلاء الذين معك قد انكشفوا عنك غدا وتركوك. وكان أبو بكر رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: امصص بضل اللات، أنحن ننكشف عنه؟ قول وفعل. فقال: من هذا يا محمد؟ فقال: بأبي هو وأمي أبا بن قحافة، هذا الصديق. ثم أراد أن يتناول لحية النبي صلى الله عليه وسلم. المغيرة بن شعبة واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الحديد والمغفر، فلما مد يده قرع المغيرة يده بنعل سيفه وقال له: أمسك يدك عن لحية رسول الله، أمسك يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله ألا ترجع إليه. قال عروة: ويحك ما أفضك وأغلظك. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عروة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخيه المغيرة بن شعبة، لا قرابة لا حسابة. رجع عروة إلى قريش بعد أن رأى ما يصنع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مع نبيهم. كان لا يتوضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوءه، وما تنخم صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. هنيئا لهم والله. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذه. فرجع يقول لقريش: إني جئت كسرى في ملكه وقيصر والنجاشي في ملكهما، والله ما رأيت ملكا قط مثل ملك محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه بشيء أبدا، فأنتم ورايكم. هكذا كان تعظيمهم، هكذا كان تعظيمهم، فكيف هو تعظيمنا؟ أين نحن من سنته واتباعها؟